أول تعليق من مارسيل كولر بعد خسارة الأهلي من الزمالك ويفتح النار على الجميع. شاهد ماذا قال: ولكن قبل أن نبدأ قم بعمل متابعة لصفحتنا لنرى كم عدد محبي الأهلي، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. علق مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على خسارة فريقه من الزمالك بهدفين مقابل هدف في قمة الدوري التي جمعتهما اليوم والمؤجلة من الأسبوع العاشر لمسابقة الدوري المصري. قال كولر خلال المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة: كنا مسيطرين على المباراة في أول 25 بعدها دخل الزمالك في المباراة بسبب أخطاء ساذجة، وفي نهاية الشوط استقبلنا هدفا، وفي الشوط الثاني كنا الأفضل، وسجل الزمالك هدف الفوز من كرة غير منظمة. وأضاف مدرب الأهلي: لم أبدأ المباراة بتشكيل خاطئ، وإذا قمت بإجراء تبديلات مبكرة تشتكون، وإذا تأخرت في التبديلات تشتكون أيضا، والجميع يتحمل مسؤولية الخسارة من الزمالك اليوم. وأوضح: الوقت غير متاح للتعاقد مع لاعبين جدد، ويجب علينا التعامل مع اللاعبين المتاحين، ولا بد أن يكون لاعب الأهلي صاحب مواصفات خاصة ويستطيع تحمل الضغوطات. وأضاف كولر: في النهاية علينا أن نتذكر أن الأهلي يغيب عن صفوفه 7 لاعبين مؤثرين. وانتهت مباراة فريق الأهلي والزمالك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز بنتيجة 2-1 لصالح الأبيض. المباراة التي احتضنها ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري المصري. ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الأهلي: وسجل هدف الزمالك الأول سيف الدين الجزيري في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول بعد انفراد تم بمصطفى شوبير، وأحرز هدف تعادل الأهلي على اللاعب البديل أحمد عبد القادر في الدقيقة 73 من عمر المباراة، مستغلا عرضية متقنة من رضا سليم. وكده أعزائي المتابعين يكون الفيديو بتاعنا خلص. يا ريت ما تنساش لو انت أول مرة تشوف القناة تشترك فيها وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد وحصري عن أخبار الأهلي والكرة في مصر عموما، وكمان تعمل لايك للفيديو وشير علشان يوصل لأكبر عدد من المتابعين. كنتم مع توب تيم.